اهلا وسهلا بكم، وبالتاكيد خلونا نرحب بالسيد عبد الله دشتي الوفد الاعلامي الكويتي. حياك الله. الله يحييك استاذه نورمان، انا جدا سعيد باني اكون متواجد في هذا الباص الخشبي، هذا الباص الجميل والرائع، واكيد سعيد اكثر بتواجدي في خليجي 25 في البصره. نورت البصره اكيد، ونورت هذا الباص اللي هو مثل ما تشوف هذا الباص ويحمل اعلام دول الخليج، وبالتاكيد علم الكويت موجود. سعيدين جدا اليوم بوجودك ويانا، وخلونا بالبدايه نعرف انه تواجدكم كخليجي 25 شلون شفتوا الاجواء في البصره؟ أجواء جدا جميلة. يمكن إذا بتكلم عن الجو بشكل عام، البراد هو نفسه عندنا في الكويت والبصرة، الجو واحد. نعم. أما الأجواء العامة اللي شفتها أمانة من أول ما وصلت البصرة، لقيت الترحيب، لقيت الحفاوة، لقيت الفرحة في عيون أهل البصرة في وجود أشقائهم من دول الخليج، خصوصا بأن شعب العراق شعب محب للرياضة، محب نعم. لكرة القدم، متعطش لها. بالفعل. فشفت اللهفة في عيونهم لوجود هذه البطولة، بطولة خليجي 25 عندهم في البصرة. نعم بالتأكيد. وعندنا قبل فترة صارت افتتاح ملعب الميناء. صحيح. كانت هناك لعبة ودية بين الأندية والمنتخبات الكويت والعراق. شنو كان الهدف من هذه الأجواء اللي حصلت في ملعب الميناء؟ طبعا من البداية يمكن دولة الكويت، الاتحاد الكويتي لكرة القدم كان من أكبر الداعمين بأن تقام هذه البطولة في البصرة، لذلك يعني هذا حق واجب منا بأن نكون احنا متواجدين في هذه البطولة. قبل فترة تاريخ 26/12 مثل ما ذكرتي كان في هناك مباراة ودية، وهي مباراة افتتاح نادي الميناء، كان ما بين نادي الميناء ونادي الكويت الكويتي، وانتهت 2-1 لنادي الكويت. بعدها في تاريخ 30/12 أتى منتخبنا الوطني لكرة القدم لملاقاة المنتخب العراقي لكرة القدم، وانتهت بفوز المنتخب العراقي بنتيجة 1-0. كانت مباراة ودية، لكن اللي شاهد هذه المباراة يعتقد بأنها نهائي لبطولة. الشغف والتعطش مثل ما ذكرت كان بين المنتخبات اثنيناتهم. بالضبط، والجمهور اللي ملأ الاستاد. يمكن احنا متعودين بأن لما نرى هذا الجمهور الكبير يكون في مباراة نهائية، بالفعل. مباراة حساسة، مباراة مهمة، لكن في مباراة ودية وترى هذا الكم الهائل من الجماهير المتعطشة مثل ما ذكرت لكرة القدم مال الاستاد تشجع الفريقين. بالفعل. وهذا كان الجميل في الامر، تخلي حماس اكثر بين الفريقين. بالضبط. وايضا همنا الجماهير كانوا مو فقط من البصره وانما حتى من باقي المحافظات. صحيح. جو هنا حتى يشوفون اللعبه الوديه بين المنتخبات وبين الانديه. طيب بالتاكيد رساله المحبه والسلام اللي انطلقت من هذا الباص الخشبي. نعم. قريبا جدا راح تنتقل الى دول الخليج، واول دوله راح تكون الكويت. شلون راح تستقبلون؟ بإذن الله. أكيد إحنا يمكن في كلمة نسمعها هني وين ما نروح، أن بيوتنا مفتوحة لكم، عيوننا لكم، قلوبنا لكم. إحنا هذا نفس الكلام راح نقولها لكم إن شاء الله، وأكيد راح نستقبل هذا الباص الخشبي بكل حفاوة، بكل حب، بكل تقدير، ما أن يصل إلى الكويت. أمانة أنا أشكركم على يعني الجولة اللي قمتوا فيها. نعم. وإن شاء الله هذه الجولة تستمر. أنتم رحتوا محافظات بالتأكيد. العراق. لكن إن شاء الله تستمرون وتروحون إلى دول الخليج. أكيد كلها. هو احنا هذا هدفنا الرئيسي، مثل ما ظهرنا لدول الخليج وأشقائنا أنه البلد في أمان واستقرار. نعم. وتنورونا وحياكم الله. هالمرة راح تصير العملية عكسية، راح ننتقل إلى دول الخليج وراح نجذب كل الجماهير العراقية حتى تكون متواجدة في خليجي 26 إن شاء الله. ممكن أنه يكون في الكويت. إن شاء الله يكون في الكويت إن شاء الله. بالكويت إن شاء الله. طيب حدثنا عن الأجواء البارحة بداخل الملعب. شلون كانت الأجواء الحماسية؟ شلون كانت اللعبة بين المنتخبات؟ أمس كانت في مباراتين، مباراة الافتتاح المنتخب العراقي والعماني، وثلاثة مباراة المنتخب السعودي والمنتخب اليمني. أمانة أمس أنا يعني كنت موجود في الملعب لحضور الافتتاح، شفت جماهير بعدد كبير جدا. أنا قبل مدة كنت في كأس العالم في قطر. نعم. فإذا تكلمنا عن كأس العالم 32 بلد مشارك في هذه البطولة. الجماهير اللي تأتي لمشاهدة مباريات كأس العالم ليس فقط
من ال 32 بل نعم. من العالم أجمع. بالتأكيد. فعندما ترى عدد كبير من الجماهير ما تستغرب لأن كأس عالم، لكن عندما ترى جماهير بهذا العدد الكبير والكم الهائل موجودين حول الاستاد وداخل الاستاد لمؤازرة منتخبها ولمشاهدة هذه البطولة ولإنجاحها، فهذا يبين حب وعشق هذا الشعب لكرة القدم ولبطولة الخليج. نعم. اللي لها خصوصية خاصة عند أبناء الخليج. طبعا يعني مثل ما تعرف تقريبا مر 4 قرون على نعم. خليجي اللي كان في العراق سابقا. صحيح. فكانوا الحماس عند كل المحافظات. يعني هسه لو احنا موجودين على الكورنيش لو تشوف التواجد من كل المحافظات العراقية ده تصادفها. كان الترحيب من أهل البصرة، رحبوا بكم بقية العوائل والشباب العراقيين من غير محافظات؟ يعني ما شاء الله عليهم، يعني إذا بنقول كلمة كرم فهم تعدوا الكرم. نعم. ولما تذكرين أن فعلا من جميع المحافظات، يعني لما نمشي ونسولف مع الناس من يعرفون أن احنا من الخليج يبدون نعم. يسألون أنتم من وين؟ فنقول لهم مثلا من الكويت. أنتم من وين؟ فاللي يقول لي من بغداد، اللي يقول لي من أربيل، اللي يقول لي يعني من جميع المحافظات أتوا للبصرة. لما تدخلين أي مكان تبين إن شاء الله تشربين شاي، تبين تاكلين لقمة، تبين تشترين حاجة، ما حد يخليك تدفعين دينار واحد، الكل يتهافت ويتعارك بس عشان يقوم بضيافتك ويقوم بالواجب معك. ففعلا أنا أقولها من القلب لهم، شكرا لكم على كل ما تقدموه لنا في هذه البطولة، وإحنا ما إحنا غريبين. أكيد. إحنا أهل مكان. أكيد. طيب آخر رسالة ممكن توجهها من داخل هذا الباص، مو بس للجماهير العراقية وإنما حتى للجماهير اللي راح يشاهدونا، جماهير أخواننا في الخليج؟ أكيد رسالتي لهم، وهذه دعوة للجميع لحضور ومشاهدة والاستمتاع في خليجي 25 في البصرة. كل التوفيق لجميع المنتخبات، ولكن الأمنيات مع الأزرق، كوننا احنا مع المنتخب الكويتي ان شاء الله. اكيد. واحنا راح نشجع منتخبنا وان شاء الله يا رب تكون المباريات نعتبرها احنا وديه ما بيناتهم، لانه هي روح رياضيه بالتاكيد. أكيد. طيب قبل لا نختم حابه اسمع من عندك كلمه عراقيه. كلمه عراقيه، والله شنو اقول لكم، ما ادري، يعني كلامكم جميل، فشنو تبين؟ اي كلمه انت يعني ظلت عالقه ذهنك؟ هذه كنت اقولها لهم، اي واحد يعني اشوفه هي يبي يكرمنا بضيافته وهذا، فاحنا نقولها بالكويتي تحرجونا يا جماعه في هذه بالكويتي، ما تحرجونا يا جماعه، بس هني نقولها والله تخجلونا، ده تخجلونا معاكم. فكل الشكر لكم. شكرا لك، نورتنا واهلا وسهلا بك استاذ والسيد عبد الله دشتي، نورتنا. شكرا. باص الخليج يجمعنا.